الفريق الطبي ودوره في إنجاح العملية. نجاح عملية الكسر مش معتمد فقط على مهارة الجراح، لكنه نتاج عمل فريق كامل متكامل داخل غرفة العمليات. كل فرد ليه دور محدد وأساسي. الجراحين المساعدين بيساعدوا في تثبيت الطرف أثناء الجراحة، تجهيز الأدوات، وضمان إن كل خطوات العملية بتتنفذ بسلاسة وسرعة. وجود مساعدين مدربين ده بيقلل وقت العملية وبيمنع الأخطاء. كان لأستاذنا الدكتور عزت كامل رئيس جمعية جراحات المناظير المصرية رحمة الله عليه كلمة لا تنسى: أنا بخلي واحد من نفس خبرتي يساعدني دايما. صحيح فلوسي هتقل للنص، لكن بيكون في الحالة بدل الرأي رأيين، وبدل الإيد 2. ولو حصل لي حاجة وأنا شغال هكون مطمن على مريضي. الدور التاني بيكون للتمريض، وهو خط الدفاع الأول ضد العدوى. هم اللي بيجهزوا غرفة العمليات، بيحافظوا على تعقيم الأدوات، بيتأكد إن كل شيء بيتم وفق البروتوكولات. أي خطأ صغير في المرحلة دي ممكن يفتح الباب لعدوى خطير. دكتور التخدير مسؤوليته مش بس ينيمك، هو بيراقب التنفس، الدورة الدموية، ضغط الدم، الألم أثناء وبعد العملية. تخدير ومتابعة دقيقة هو اللي بيخلي المريض يخرج من العملية بدون مضاعفات خطيرة. طاقم التعقيم والدعم بيضمنوا ان كل المعدات خالية من الميكروبات، وان البيئة داخل غرفة العمليات مطابقة لمعايير مكافحة العدوى. الجراحة الناجحة هي أشبه بأوركسترا. الجراح هو القائد، لكن لو أي عازف خرج عن اللحن النتيجة هتكون كارثية. عشان كده لما تسأل عن جراحك أو مستشفاك ما تنساش تسأل كمان عن خبرة الطاقم المساعد وعدد سنوات عملهم مع بعض. فريق متجانس ومدرب كويس معناه عملية أسرع، أنظف، وأكثر أمانا. تابعني في أقوى سلسلة على الإنترنت هجاوبك فيها على أهم 60 سؤال عن الكسور، والسؤال اللي جاي هنفرده لدكتور التخدير ودوره في جراحة العظام. ايه اهمية دور طبيب التخدير في جراحة العظام؟ الناس دايما فاكرة ان البطل في غرفة العمليات هو الجراح فقط، لكن الحقيقة في بطل تاني صامت من غيره العملية ما تتمش بأمان، ألا وهو دكتور التخدير. دكتور التخدير مش بس بينيمك عشان ما تحسش بالألم، هو مسؤول عن حاجات كتير تانية. اختيار نوع التخدير المناسب، تخدير مش كله نصفي وكلي، الموضوع أكبر من كده بكتير، وكفيل ان يخليك تحب التجربة كلها او تكرهها. متابعة العلامات الحيوية طول العملية، ضغط الدم، التنفس، ضربات القلب، اي تغير بسيط بيتدخل فورا. تقليل المضاعفات سواء من التخدير نفسه او من نزيف وفقدان الدم اثناء التدخل الجراحي. السيطرة على الالم بعد العملية، فبيجهز لك خطة كاملة للمسكنات بعد التدخل الجراحي، واحيانا يعمل بلوك لبعض الاعصاب عشان تخرج بدون الم اطلاق. الجراح بيصلح الكسر، لكن دكتور التخدير هو اللي بيأمن حياتك طول العملية. اتكلم معاه، اسأله عن خطته، خلي بالك ان الفريق كله بيشتغل علشانك. تابعني في أقوى سلسلة على الإنترنت هجاوبك فيها على أهم 60 سؤال عن الكسور، والسؤال اللي جاي عن أفضل طريقة لعلاج الكسر. تعتقدوا ايه افضل طريقة لعلاج الكسر؟ مش كل كسر بيتعالج بنفس الطريقة. اختيار الاسلوب المناسب بيعتمد على نوع الكسر، مكانه، عمر المريض، حالته الصحية. فعندنا اشهر 4 طرق اساسية لعلاج الكسور. هم: رقم 1 الجبيرة او الجبس، وده الخيار الاكثر شيوعا في الكسور البسيطة والمستقرة. بيحافظ على العظم ثابت لحد ما يلتئم بشكل طبيعي. ميزته انه بسيط وقليل التكلفة، لكن مش مناسب للكسور المعقدة. يجي رقم 2 التثبيت الخارجي أو الاكسترنال فيكسيشن، وده جهاز معدني بيكون خارج الجسم وبيثبت الكسر عن طريق مسامير معينة بتدخل داخل العظم. يستعمل غالبا في الكسور المفتوحة المعقدة، خصوصا لو في تورم شديد أو عدوى داخل الكسر. ميزته إنه بيحافظ على استقرار الكسر من غير ما نفتح في مكان الكسر. ونوصل لأهم طريقة من طرق تثبيت الكسور، ألا وهي التثبيت الداخلي، وده بيشمل الشرائح المعدنية أو المسامير النخاعية. وده الأسلوب الأكثر شيوعا في الجراحات الحديثة، لأنه بيدي ثبات عالي ويسمح بمستوى حركة مبكر. بيساعد المريض إنه يرجع لنشاطه أسرع، لكن محتاج خبرة وتجهيزات قوية. أما آخر طريقة فهي تغيير المفصل، وده بيتعمل لبعض كسور المفاصل المعقدة زي عنق عظم الفخذ في كبار السن. بدل ما بنثبت الكسر بنستبدله بمفصل صناعي، وده بيكون الحل الأفضل في الحالات اللي بيكون الالتئام فيها ضعيف جدا أو مش متوقع. ولو هنلخص اللي قلناه، فالجبيرة مناسبة للكسور البسيطة، التثبيت الخارجي للطوارئ والكسور المعقدة المفتوحة، التثبيت الداخلي هو الأكثر شيوعا والأنسب للكسور داخل المفاصل، وتغيير المفصل بيكون حل إنقاذي
دي في حالات خاصة. ونصيحتي ليك كمريض، اسأل جراحك دايما ليه اخترت لي الطريقة دي، عشان تفهم مميزاتها وعيوبها وتشارك في قرار العلاج. تابعني في أقوى سلسلة على الإنترنت هجاوبك فيها على أهم 60 سؤال عن الكسور. والسؤال الجاي، أيهما أفضل، العلاج التحفظي للكسر بجبس ولا العلاج الجراحي؟ إيه الأفضل، العلاج التحفظي للكسر بجبس ولا العلاج الجراحي؟ لما تتكسر العظام العلاج بيكون غالبا بين خيارين، إما علاج تحفظي بدون تدخل جراحي أو الحل الجراحي. كل واحد ليه مميزات وليه عيوب. العلاج التحفظي سواء كان جبيرة أو جبس، أهم مميزاته إنه أقل خطورة، مفيش تخدير، مفيش تدخل جراحي، كذلك أقل في التكلفة، مناسب جدا للكسور المستقرة أو للأطفال لأن عظامهم بتلتئم بشكل سريع جدا. أما مخاطره فالكسر ممكن يتحرك مرة تانية داخل الجبس، وقت الالتئام بيكون أطول أحيانا، حدوث تيبس في المفصل أو ضعف في العضلات دي أحد مشاكله ومضاعفاته. في بعض الحالات يحصل لنا ما يسمى بالمال يونيون، أي يعني الالتئام في وضع خاطئ، أو النون يونيون عدم الالتئام أصلا. أما الحل الثاني فبيكون التثبيت الداخلي للكسر باستخدام شرايح ومسامير أو مسامير نخاعية، وده أهم مميزاته إن بيكون تثبيت أدق للكسر، فرصة الالتئام أسرع وأقوى، بيسمح بالحركة المبكرة، بيقلل التيبس والضمور العضلي، خيار أفضل للكسور المعقدة أو القريبة من سطح المفصل، بيقلل احتمالية الالتئام الخاطئ، لكن مفيش حاجة من غير مضاعفات محتملة، فلا يزال عندنا احتمالية لحدوث عدوى في مكان الجرح أو في محيط المسمار والشرايح. كذلك مضاعفات التخدير، في احتمال أن يحصل فشل في التثبيت أو الحاجة لإعادة الجراحة مرة تانية، تكلفته طبعا أعلى. فلو حبينا نلخص الكلام اللي قلناه، هنقول الكسور البسيطة والمستقرة غالبا تكفيها طرق علاج غير جراحية. أما الكسور المعقدة والمتحركة والقريبة من سطح المفصل فالجراحة بتكون الحل الأمثل والأفضل. ونصيحتي ليك دايما، اسأل جراحك هل الكسر بتاعي ممكن يلتئم بشكل سليم دون تدخل جراحي، وإيه هي خطة العلاج لو العلاج التحفظي فشل، ولو اخترنا الجراحة إيه هي الميزة اللي هتضيفها على حالتي. تابعني في أقوى سلسلة على الإنترنت هجاوبك فيها على أهم 60 سؤال عن الكسور. والسؤال اللي جاي، مميزات وعيوب التثبيت الداخلي للكسور. لايك وشير عشان تفيد غيرك. اللهم كن لإخواننا عونا ونصيرا، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وآمن روعاتهم، أطعمهم من جوع واسقهم من ظمأ، اللهم اكلأهم برعايتك وحفظك ونجهم من كل سوء، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. دمتم في عافية من الله وفضل، وكلامنا كله كان كلام في العظم.